هذا خطأ. آخر سؤال أستاذ جعفر، بس جاوبني بحيادية. صدام كان خايف لو شجاع؟ صدام ما لي التفسير للشجاع. ما بين الخوف وما بين التظاهر بأنه ما خايف. شلون أمام الموت يتظاهر؟ هو نعم. تعريف الشجاعة التغلب على الخوف. لا، مو تغلب على الخوف. شو أحيانا نشوف يعني صدام ترى متعود على الكاميرا ومتعود على ما لها علاقة هاي اللحظة متى حصل؟ صدام عاش فترة حكم. أدري هاي اللحظة يعني يقول لك أنا هسه شيء يتغلب على الخوف. المهم إلى مبررات هذا التغلب، بأنه يعني أنا أجيب لك مثل. هذا الرجل ملازم أول هذا شو اسمه ابو بكر هذا شجاع، السامرائي، شجاع يعني يخلون السكينه برقبته ويذبحوه وهو نظرته ثاقبه في النوبه. فكيف صدام حتى لو يصعد على المشنقه يتظاهر بانه هسه يتغلب على الخوف يتظاهر. انت تفسر الموقف، ما تقول لي شجاع لو متهرب، تفسر لي ليش. لا، انا ما اعتبرها شجاعه. شو تعتبرها؟ لا يعني انا هسه لو مكانه وأنا كجعفر الموسوي يعني ويصير لا سمح الله بي هذا الموقف، لازم أتظاهر بأنه أنا باقي جعفر الموسوي. هي مو بكيفك، مرات الخوف خارج الإرادة. شنو عتاة المجرمين يصعد على المشنقة يقضي حاجته على نفسه. لا، هذه يعني أنا أقول لك إياها بأنه هو الظاهر بأنه هذه اي نعم الظاهر هو. ترى ما الخوف غريزة. الخوف طبعا لا انت تقدر تجيبه ولا انت تقدر تبعده طبعا، ولكن الخوف موجود. لكن هنا انت تظاهر بان انت ما خايف. هو التغلب مو تظاهر، التغلب على الخوف. مو تغلب. هسه انا بالنسبه لي انا اعتبره التظاهر بانه انا ما خايف وانا شجاع وما خايف حتى من الموت. فانت شلون تريد تفسرها؟ انا هذا تفسيري. يلا اشكرك. الله شكرا لك استاذ جعفر على هذه الشهاده المهمه المليئه بالمعلومات والتفاصيل اللي الناس ما سامعينها حقيقه. شكرا لذاكرتك وشكرا لاستجابتك لهذه الشهاده. الله يحفظك. مشاهدينا الكرام، شكرا لاصغائكم. انتظرونا في حلقات اخرى مع شهود اخرين يدلون بشهاداتهم للتاريخ. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.